يا مساء الخير حبايب قلبي. اليوم صوتي شوية تعبان. بس حاولت اني انا يعني اصور لكم على قد ما اقدر. الحلا ده انا كنت ابغى الحلويات العيد. طلع طعمه مرة 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 لذيذ. البسكوت المالح مع زبدة الفول السوداني اللي هو الكوكيز، رهيبة رهيبة رهيبة. بس كنت حابة اني انا اغمسها بشوية شوكولاتة، بس انا شايفة انه الحلا كده تمام، الحلا كويس. بس حجرب كده حبتين اني انا اغمسها بشوكولاتة. الطعم مو طبيعي مو طبيعي لذيذة، لازم تجربوها. اكتب لكم المقادير وسهلة. انا مع شفتوني اللي انا حطيته، بس راح اوزن لكم المقادير دحين. بس يعني شيء تحفة تحفة ما شاء الله. حبايبي اللي عندها حساسية من الفول السوداني لا تسوي الوصفة هذه اليوم. بدال إذا أنت عندك حساسية من الفول السوداني معناها عندك حساسية من كل المكسرات أو أغلبها، فلا تجازفي. في كمان فكرة تانية إن شاء الله بإذن الله أعمل لكم إياها تناسب اللي عندهم حساسية من المكسرات. طيب بنات شوفوا، أنا عملتها وطلعت مرة 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 لذيذة. الحلا اللي تاكلي منه حبة ورا حبة، هذا هو هذا هو مرة لذيذ الصراحة. اللي بالشوكولاتة أحلى اللي بدون من اللي بدون شوكولاتة. فيا ريت لو أنا عندي وقت إني أنا أغمسها في شوكولاتة كلها، لأني شوفوا نصها بشوكولاتة ونصها بدون. بس إيش شيء كده لذيذ. إحنا ما شاء الله بجدة والشمس تروح وتيجي عندنا، فقاعدة ألحق قبل الشمس تغيب تماما. طيب حبيباتي، بالنسبة لطريقة الحلا ترى يعني ما يحتاج طريقة، راح أكتبها دحين في السنابة هذه. بس طريقتها مرة سهلة. أنا خفقت زبدة الفول السوداني مع السكر، بعدين يعني ذوبت السكر شوية، ما ذاب مرة يعني على الآخر، ذاب كذا شيء بسيط يعني. بعدين حطيت عليه بيضة وفانيليا وخفقتهم. لما حطيت البيضة تماسك وجمد. وبس خلاص، هذه هي المقادير وهذه هي الطريقة. حطيتها بالفرن تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة 160، زي كأنك تعملي كوكيز بالضبط.